السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل محب وعشاق الكرة في مصر. أهلا وسهلا بكم. لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على فيديو النهاردة. أولا طبعا وقبل أي حاجة، كل عام وأنتم بخير. يا رب يكون كان عيد سعيد عليكم وتكونوا استمتعتم بالعيد السنة دي، ويا رب تعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. ندخل بينا على فيديو النهاردة. منتخب مصر طبعا الاضواء كلها رايحه ناحيه منتخب مصر، وفي كلام كتير على الماتش بتاع امبارح، ماتش مصر وروسيا. طبعا ماتش مصر وروسيا امبارح منتخب عايد علينا. هتقول لي عايد علينا بماتش ودي، اقول لك يا عم اي حاجه من عند المنتخب حلوه. الشعب المصري بيفرح لاي حاجه للمنتخب، اي مكسب للمنتخب تلاقي الشعب المصري فرحان. عشان كده احنا نفسنا المنتخب يكسب دايما دايما عشان الشعب المصري يفضل فرحان. امبارح المنتخب خد كاس العيد الكبير. هتقول لي ايه هو كاس العيد الكبير؟ اقول لك كاس العاصمة، بعد ما كسب منتخب روسيا 1-0. لكن انا واحد من الناس، لما دخلت شفت ردود الفعل وكله بيتكلم ان دي بروفة كويسة لكاس العالم. اداء منتخب مصر يطمن ان احنا هنروح نعمل حاجة في كاس العالم. لكن وجهة نظري ان كان لازم تقابل منتخب اقوى من كده. هو فين منتخب روسيا اللي احنا كنا بنقابله؟ ده منتخب كفر بالقاس. ده منتخب كفر بالقاس، مش منتخب روسيا خالص. هو ده منتخب روسيا اللي كان في 2018 وصل نص نهائي كاس عالم وكان مبهدل الدنيا. ده منتخب روسيا اللي كسبنا 3-1 في كاس العالم 2018. مش هو ده منتخب روسيا. ده منتخب نيوزيلندا اللي معاك في المجموعة اقوى منه. والله العظيم منتخب نيوزيلندا اللي معاك في المجموعة لو قابله يبقى ند بند ليه. منتخب نيوزيلندا اللي مع احترامي ليه هو اقل منتخب موجود في المجموعة عندك المفروض يعني. ربنا يستر في كاس العالم. ربنا يستر في اللي هيحصل في كاس العالم، علشان احنا داخلين على ماتشات. احنا عايزين نصعد من دور المجموعات بقى، عايزين نعمل شغل ونشوف المنتخب بتاعنا في اعلى الاماكن وفي اعلى المستويات بقى. نفسنا بقى، نفسنا نيجي بقى. امبارح بعد ما التشكيلة نزلت احنا شفنا ردود فعل غريبة جدا، وشفنا ردود فعل مضحكة من جماهير. مش عايزين ندخل جماهير الأندية في الجمهور المصري. انت ما ينفعش تدخل النادي بتاعك في المنتخب بتاعك. كله طالع ده منتخب الاهلي، ده انا هشجع منتخب روسيا، ده منتخب الاهلي اللي بيلعب، الاهلي اللي هو تالت الدوري هو اللي بيلعب، هو اللي بيقابل منتخب روسيا. ده حسام حسن بيجامل الاهلي، حسام حسن مش عارف ايه. يا عم حسام حسن رد عليك بعد الماتش بكلمة بسيطة جدا: اعتبرنا اجنبي. حسام حسن ده لو كان كيروش ما كنتش انت هتتكلم وتقول الكلمتين دول. حسام حسن ده لو كان كوبر انت ما كنتش هتتكلم وتقول الكلمتين دول. وبعدين معلش في الكلمة، طول عمر المنتخب المصري هو منتخب الاهلي. طول عمره لعيبة الاهلي. ايام كابتن حسن شحاتة الجيل الذهبي كلهم من الاهلي. كلهم من الاهلي باستثناء بعض اللعيبه. كان حسني عرابو من الاسماعيلي، مش عارف محمد ناجي جده كان في الاتحاد السكندري ساعتها. لكن لو جيت تبص لباقي اللعيبه كلهم كانوا من الاهلي. والجيل اللي قبله كله كان من الاهلي، واللي قبله كله كان من الاهلي، واللي راح كاس العالم في 1900، مش فاكر 1900 وكام، 1990 ولا كام، بتاع مجدي عبد الغني، كان كله من الاهلي برضه. انت ليه بتدخل النادي في المنتخب؟ ليه؟ وهو واخد زيزو ليه؟ هو مش عارف. ما هو زيزو لما كان بيلعب عندك في الزمالك، حسين الشحات ساعتها كان هو اللي يستحق ان هو يروح المنتخب وما كانش بيروح، وزيزو هو اللي كان بيروح. كان حد بيتكلم؟ ما كانش حد بيتكلم. احنا كنا بنشجع المنتخب. احنا المنتخب 11 لاعب بيلعبوا، حاطين عينينا على ال 11 لاعب، بنشجع ال 11 لاعب، بنشجع التيشيرت اللي هم لابسينه، بنشجع شعار منتخب مصر. احنا بنشجع مصر، ما بنشجعش اللاعب اللي بيلعب. احنا نتمنى ان مصر تكون في اعلى الاماكن تحت بند اي 11 لاعب بيلعب. اي 11 لاعب هتجيب لي بقى لعيبه من الزمالك، لعيبه من غزل المحله، لعيبه من سوبر ماركت. المهم ان اللاعب اللي يلعب يحقق تارجت منتخب مصر، يوصل بمنتخب مصر لاعلى المستويات. ده المهم. انما ردود الافعال اللي احنا شفناها امبارح ردود افعال لا تليق بشعب بيشجع منتخب مصر، لا تليق بالجمهور اللي بيشجع منتخب مصر. اتمنى طبعا ان ده ما يتكررش تاني. اتمنى بقى ان احنا خلاص نشغل دماغنا، نفصل النادي بتاعنا، نفصل حبنا للنادي ونفصل عن المنتخب. نفصل ده عن ده. لازم عايز منتخب مصر يرجع زي زمان. ارجع شجع منتخب مصر زي زمان. ما تبصش للي بيلعب في منتخب مصر، بص لمنتخب مصر ذات نفسه.
سوشيال ميديا الزمالك كلهم امبارح شيء يحزن وشيء يؤسف، والله حاجة مؤسفة ان انت تشوف العقلية اللي بتشجع منتخب مصر بالعقلية دي. لا 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 يا جماعة، اركن النادي بتاعك على جنب. اركن، ما تقوليش بقى اصل انا بطل الدوري واصل انا مش عارف ايه. اركن كل ده على جنب، انت بتشجع منتخب مصر، انت رايح تلعب كاس عالم، مش رايح تلعب باسم الزمالك يا حبيبي، مش رايح تلعب باسم الاهلي يا حبيبي، انت رايح تلعب باسم منتخب مصر. هي مجموعة مصر فيها مين؟ فيها مصر وبلجيكا ونيوزيلندا وايران. مصر مكتوب مصر، ولا هو مكتوب اهلي ولا هو مكتوب زمالك. تاني حاجة بعد الماتش ردود الافعال، ان الكل كان بيتكلم عن مصطفى محمد وان المدرب مستبعد مصطفى محمد. هو رد عليكم قال لكم رد صريح: اعتبرني اجنبي يا عم، لو مدرب اجنبي مش هتتكلم. ومع احترامي للجميع، كيروش لما رحمة الله عليه طبعا احمد رفعت، يا ريت كلنا ندعي له بالرحمة. احمد رفعت كان في اعلى المستويات، وكيروش ما كانش بياخده، ما كانش بيبص له. ولما خدوا في كاس العرب وراح يلعب بعدها كاس افريقيا، ما خدوش في كاس افريقيا، خدوا في كاس العرب وما خدوش في كاس افريقيا اللي كان يستحق الانضمام ساعتها. في شخص واحد طلع قال لك هو ما خدش احمد رفعت ليه رحمة الله عليه؟ ما خدوش ليه؟ محدش يتكلم عشان ده اجنبي. اعتبر يا عم ده حسامافيتش، اعتبره اي حاجة يا عم، اعتبره اي اجنبي بيدرب المنتخب وخلاص. احنا عايزين نطلع بالمنتخب بتاعنا لبر الامان ونشجع المنتخب بتاعنا. ونشوف، اتفرج مثلا على المغاربه وهم بيشجعوا المنتخب بتاعهم، اتفرج على التوانسه وهم بيشجعوا المنتخب بتاعهم. لا بيقول لك بقى افريقي تونسي، ولا بيقول لك الصفاقسي، ولا بيقول لك الترجي، ولا خد ده ليه وما خدش ده ليه، وما بيشجعوا المنتخب بتاعهم. نتمنى كده. نيجي الموضوع كابتن ابراهيم حسن وادم وطني. كابتن ابراهيم حسن طلع امبارح قال لك ان ادم وطني سمسار ومش عارف ايه، والكلمه دي زعلت المذيع ساعتها، وبيقول له لا ما تقولش سمسار ومش عارف. ايوه ما هو سمسار وما بيفهمش في الكوره، والكل عارف كده. جماهير الزمالك فرحانه بادم وطني علشان ان هو بيحاول يوقع النادي الاهلي بس. يا اخي جماهير الزمالك حتى واحنا بنتفرج على منتخب مصر الاهلي واجعهم وجاي في دماغهم بالطريقه دي. حاجه تحزن والله. انت حاطط الاهلي في دماغك بس مش لدرجه منتخب مصر. افصل ده عن ده بقى، خلاص خلاص بقى. احنا رايحين كاس عالم، عايزين يبقى شكلنا حلو قدام الناس، عايزين اللعيبه اللي تلعب دي ترفع راسنا قدام الناس. شجعه، مالكش دعوه هو بيلعب اهلي ولا زمالك، مالكش دعوه هو بيلعب اهلي ولا زمالك. طب ما هو امبارح محمد هاني ده، مش محمد هاني ده لاعب الاهلي؟ ما هو عامل اسيست عالمي امبارح. ومصطفى زيكو ما شاء الله مهاجم واعد ومهاجم محترم ومهاجم يليق بمنتخب مصر، وان شاء الله مع الوقت ياخد اكتر واكتر. زي حمزة عبد الكريم امبارح كانت اول مشاركة ليه، واصغر لاعب يشارك مع المنتخب الاول في كرة القدم بعمر 18 سنة. حمزة عبد الكريم ويستحق. سيبك من كل اللي بيتكلم، لان انا شفت ردود افعال خصوصا من شخص قال على نفسه انا هجاص. واحد طلع قال على نفسه في الاعلام المصري: يا جماعه انا هجاص، انا هجاص وبهجص وبقول اي كلام. انا مش عارف الاعلام المصري ازاي بيسمح لشخص زي ده يظهر، يطلع يقول لك حمزه عبد الكريم لاعب فاضي، لاعب ملوش في الكوره والدنيا حظوظ ومش عارف هو راح برشلونه على ايه وهو حظ بقى وامه ده عياله ومش عارف ايه. يا عم حاجه مؤسفه. احنا نتمنى ان احنا نشوف منتخب مصر كويس تحت اي لاعب بيلعب. اي لاعب بيلعب، ملناش دعوه بيلعب اهلي زمالك غزل المحله مصري اسماعيلي، بيلعب في اي نادي ملناش دعوه. المهم منتخب مصر نشوفه في افضل مستوى. وان شاء الله نتمنى ان منتخب مصر يرفع راسنا في كاس العالم. واكتب لي كده في التعليقات رايك، منتخب مصر هيعدي دور المجموعات ولا لا، وهيوصل لانهي مرحله في البطوله؟ ان شاء الله يوصل لاعلى المراحل، نتمنى طبعا. ولو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك ودعمك. سلام.